مواعيد مباريات الدوري الأفريقي 2023 والقناة الناقلة للبطولة. في البداية ما تنساش تدعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس واللايك علشان يصلك كل ما هو جديد إن شاء الله. ويلا بينا نبدأ الحلقة. كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي المواعيد الرسمية لمباريات دوري السوبر ليج الافريقي، والذي يشهد مشاركة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي. ويخوض الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي المباراة الافتتاحية امام سيمبا التنزاني يوم الجمعة الموافق 20 اكتوبر المقبل، فيما يواجه السبت الموافق 21 اكتوبر فريق مازيمبي الكونغولي نظيره الترجي التونسي، على ان يواجه فريق سان داونز الجنوب افريقي نظيره بترو اتلتيكو الانجولي يوم السبت. ويواجه فريق الوداد المغربي نظيره انيمبا النيجيري يوم الاحد الموافق 22 اكتوبر. وتقام مباريات العودة بين نفس الفرق بداية من يوم 24 اكتوبر، حيث يواجه النادي الاهلي نظيره فريق سيمبا التنزاني، فيما يواجه فريق سان داونز الجنوب افريقي نظيره بترو اتلتيكو الانجولي، على ان يواجه فريق مازيمبي الكونغولي نظيره الترجي التونسي يوم 25 من الشهر المقبل، فيما يواجه فريق الوداد المغربي نظيره انيمبا النيجيري في اليوم ذاته. واليكم جدول المباريات بالتوقيت. وإليكم الطريق إلى نهاية الدوري الأفريقي لكرة القدم. وإليكم القناة الناقلة للبطولة. لم يتم الإعلان بصورة رسمية عن القنوات الناقلة لدور السوبر الأفريقي حتى الآن، لكن أغلب الظن أن بي إن سبورتس ستواصل بثها الحصري لمسابقات الأندية الأفريقية، بما في ذلك أحدث بطولات القارة السمراء. وإذا لم تذاع البطولة على بي إن سبورتس، فمن الوارد أن تذاع البطولة على قناة SSC السعودية المشفرة. وفي النهاية يا ريت ما تنساش تدعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس واللايك علشان يصلك كل ما هو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.